النهارده هقولك على 8 خطوات هتخلي بيتك دايما نظيف بأقل مجهود. مهما كنت بطيئة في شغل البيت او بتزهقي بسرعة من شغل البيت وبتتعبي وعايزة تنجزي في الوقت وتخلصي بسرعة وما تحسيش بمجهود كبير، اسمعي الخطوات دي بجد سهلة وهتوفر عليكي وقت كبير قوي وهتنجزي في الوقت جامد جدا. اول حاجه حبيب قلبي اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنبتدي بيها هي سوره البقره. تصحي الصبح كده وتصلي ركعتين بتوعك، تستغفري كده شويه وتقعدي مع نفسك كده في هدوء، تاخدي كوبايه الشاي بلبن بتاعتك، تاخدي كوبايه القهوه بتاعتك، تفوقي كده وتفطري كده فطاره حلوه بحيث ان انت تبقي متنشطه كده وكلك نشاط وحيويه، وتشغلي سورة البقرة. دي أول حاجة لازم تبدأي بيها. بجد سورة البقرة جميلة جدا، شغليها كده على الشاشة وتعلي الصوت بحيث ان هي تبقى مسمعة الشقة كلها. تمام. تاني خطوة اللي بيسحب وقتنا وبيسحب طاقتنا وبيخلص يومنا بصوا بيدمر الوقت هو الموبايل. افصلي موبايلك في الوقت ده. انت خلاص قررتي ان انت هتنضفي الشقة النهاردة تنظيفة عميقة وتنظيفة تريحك، يعني فترة ان انت ما تبقيش كل يوم بتنضفي والشقة ما بيبانش عليها نظافة. لا، انت خلاص نويتي انت هتنضفي، يبقى هتفصلي موبايلك خالص. بعد يا ستي ما تخلصي والدنيا تتروق وتتفرش وتبقى تمام اقعدي عليه براحتك. تالت حاجة بجد، دي بجد انا يعني بجد جربتها، لا حول ولا قوة الا بالله. طول ما انت بتعملي لا حول ولا قوة الا بالله بجد، يعني دي سحر لوحدها. احنا اصلا بنصحى وبنروق شقتنا، سواء بقى بتكنسي، سواء بتقومي تطبخي، سواء بتغسلي مواعين، انت اصلا بتعملي كل دوت يعني من غير قوة منك، دي قوة من ربنا هو اللي بيعيننا وبيقوينا وبيخلينا نقوم ونروق وان احنا نخدم بيتنا ونخدم عيالنا ونمشي دنيتنا الحمد لله. فده توفيق من ربنا مش مننا خالص يعني. فلا حول ولا قوة الا بالله. انت بتستعيني بالله قبل ما تبداي اي حاجة هتلاقي نفسك رهوان كده في الشقة. رابع نقطة يا جماعة مهمة جدا، بلاش تبدأي بالمطبخ، بلاش. يعني انت هتبدأي بالمطبخ هتخلصي وقتك لان المطبخ اصلا مواويله كتير. هتلاقي نفسك بتطلعي الضرفة دي تروقيها، تمسحي التراب اللي عليها، تنضفي، تغسلي، تلمعي بوتاجاز، تلمعي الحوض، تلمعي شبابيك. هتلاقي نفسك دخلتي في متاهات تانية انت في غنى عنها. فانت خلي المطبخ ده في الاخر خالص. بعد ما بتخلصي المطبخ اصلا وبتخرجي بقى للشقة اللي هي اصلا مش متروقة، بتبصي للمنظر فانتي بتبقى خلاص انا كده خلاص انا اتقفلت، لا انا تعبت، انا اخلي الشقة مرة تانية بقى. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كله مرة واحدة كده زي تمام خلاص هي كده. امال احنا خبطة هنبدأ هناخدها بايه؟ بقى، هي هنبدأ علقة هناخدها بالمكان مرة واحدة. اللي فيه الهرس كله والدعك كله، المكان اللي انتوا بتقعدوا فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص احنا بدأنا بالمكان اللي احنا بنقعد فيه قصدي. بتاخدي بقى الشقة كده من جوه كده لبره، يعني بالأوضة، بالصالة، بالأوضة التانية، بالمطبخ. يعني بنخلص الأوض كلها الأول بالصالة مسح. يعني أنا الأول نظامي بفرش السرير وبنضف وبرتب وبنفض وبعمل. بعد كده باخد الأوضة كنس. مثلا لو هأفرض يعني ان انا بروق دلوقتي أوضة، خلصت وفرشت هروح كنسها واسيبها، هخرج على الأوضة اللي بعديها، فرشت وخلصت تمام ونفضت هروح كنسها واسيبها. الصالة برضو نفس النظام. المسح ده بيبقى في الآخر بعد ما كنست لميت التراب، بروح جايبة بقى المسح بقى وغرق الدنيا مية وامسح والنظام دوت. بقى خلصت بقى ومسحت الشقة كلها، بتروحي داخلة فين بقى؟ على المطبخ بقى. انت كده كده خلاص الشقة كلها مفروشة والدنيا تمام او ممسوحة مثلا. يعني الفرش بعدين ممكن لما تخلصي المطبخ تكون الارض نشفت وكده تبتدي انت تفرشي. تمام، بس الشقة اتمسحت واتفرشت وكله تمام. خلصنا الشقة وتمام ودخلنا المطبخ، براحتك بقى عيشي جوه. بصي اعملي شقلباظات كده جوه المطبخ. هتبداي بالبوتاجاز طبعا انت بتخلي الحوض ده في الاخر خالص، هو والمواعين. اخر حاجة طبعا هو غسيل الحوض والاسبونشة. بعد ما بتغسلي الحوض وبتغسلي الاسبونشة بتسيبيها تنشف كده. يعني في ناس بيحطوها في ميه، انا معرفش انتوا بتحطوها في ميه ليه، يعني بتعمل ريحة كمكمة كده وريحة مش حلوة. فلا، تسيبوها تنشف وبعد كده تاني يوم تستخدميها عادي. اللهم صل على سيدنا محمد. اخر نقطة بقى يا جماعة عايزة اكلمكم فيها وهي نقطة مهمة جدا. طبعا انا معرفش دي النقطة كام بس ما علينا. يعني نقطة الاكل، انت المفروض اصلا في اليوم اللي انت ناوية ان انت تعملي بقى للشقة كلها تنظيف عميق، الاكل يكون عندك.
ما انت مش بعد ما تعملي الفرح ده كله ويتهد حيلك وفي الاخر تقفي تعملي لهم اكل، حرام يعني. يا اما تطلبي اكل من بره، يا اما تبقي عامله حسابك قبلها بيوم ان انت ان شاء الله بكره هيبقى عندي تنظيف عميق للشقه، فبقى عامله حسابي في اكل. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. عايزه عيلتي تكبر بيكم، بحبكم.